الزمالك بيرفض التحكيم الاجنبي قبل مباراه القمه. ليه يا هرم؟ هقول لك. تابع الفيديو ده كده لخالد الغندور وهتعرف الاسباب كلها، ده غير الاسباب اللي عرضها بعض اعلام نادي الزمالك. اسمع الفيديو كده وما تنساش اللايك والشير وصل على النبي في التعليقات. نروح لقرار اهم. مين الحكم يا جماعه؟ هاني ابو ريده عايز حكام اجانب وبس هو معهوش فلوس، والزمالك عايز حكام اجانب وهو ماتشه بس معهوش فلوس، والنادي الاهلي عمل اكتر من بيان ان هو عايز حكام اجانب وجاب حكم اجنبي في ماتشه اللي كان امام الزمالك. فدلوقتي الاهلاويه يقول لك الزمالك مش راضي يجيب حكم. طب احنا نعمل ايه؟ مع ان برضو ان هاني ابو ريده قال لك مفيش مشكله، ده ماتش الزمالك ماتش الاهلي، اللي عايز حكام هيدفع الفلوس $70,000، وبالتالي ولا الزمالك هيدفع ولا الاهلي عايز يدفع. ولغايه دلوقتي كان في كلام على احمد الغندور، ولكن احمد الغندور عنده ماتش هيحكمه في تونس يوم الاربع، فهيسافر يوم الثلاث وما يقدرش يحكم قبلها بيوم. في كلام على محمود بسيوني قد يكون هو حكم الساحه، لان هو افضل حكم بيأدي الفتره الاخيره مع محمود ناجي، يعني ده الكلام اللي بيتقال في الكواليس. سمعت الفيديو يا هرم وصليت على النبي في التعليقات. تعالى بقى اقول لك على كل التفاصيل. مبدئيا كده زي ما قال لك خالد الغندور ان الاستاذ هاني ابو ريده طلب حكام اجانب بالفعل، ولكن التكلفه هتكلف $70,000 لحكام مباراه القمه. يعني من الاخر كده نادي الزمالك المطلوب منه انه يدفع $70,000 لحكام مباراه القمه عشان يجيب حكام اجانب. في ظل طبعا حكام النخبه اللي عندنا كلهم طلعوا كوتيفوار، ما فيش غير الحكام اللي موجودين منهم الحنفي واللي ذكرهم خالد الغندور قدامك كده في الفيديو. طيب هل مباراة القمة بكرة هتكون بحكام مصريين؟ بالطبع ايوه هتكون في حكام مصريين، لان نادي الزمالك هو اللي رافض فكرة التحكيم الاجنبي. ولكن انا عندي سؤال لاخواتنا الزملكاوية واداره نادي الزمالك تحديدا. لما انت مش عايز تدفع $70,000 لحكام مباراة القمة وتجيب حكام اجانب زي ما الاهلي اصلا جاب حكام لمباراة القمة اللي فاتت، يعني الدور عليك انت. طيب خليني اقول لك كده مبدئيا، نادي الزمالك اللي كان بيطالب من اسبوع بعداله تحكيميه وكان رافض فكره الحكام المصريين، لا في الوقت الحالي رجع برضه وقرر بيقول لك انا عندي الثقه في حكامنا المصريين. زي ما طلع اكتر من اعلامي امبارح واتكلم عن الموضوع ده، ومنهم طبعا تامر عبد الحميد لاعب نادي الزمالك السابق، وقال لك ان السبب الرئيسي في عدم وجود حكام اجانب في مباراه القمه هو نادي الزمالك، وهو اللي رافض الفكره وبيقول لك انا عندي ثقه في حكامنا المصريين. طيب يطلع رضا عبد العالي الثاني برضه قال لك ازاي نادي الزمالك ما يجيبش حكام اجانب لمباراه القمه، وخصوصا ان نادي الزمالك هو اللي مكلف بالحكام. تعالى بقى نروح لاتحاد الكره المصري عندنا، واللي طبعا يعني بيتكلم في حدود المصلحه. يعني بيقول لك انا اجيب لك حكام اجانب ولكن انت هشيل تكلفه الحكام دي، وانا سالت على الحكام لقيتها تكلف $70,000، فانت هتدفع ولا تكمل بالحكام المصريين الموجودين في ظل غياب عدد كبير من الحكام الاساسيه في الدوري، والحكام اللي تقدر تقول عليهم يعني حكام دوليه اللي هم في غيابهم طبعا في يعني مباراه